مشاهدينا الكرام، دائما في يوميات الدورة 23 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان، وفي إطار العروض المشاركة في المسابقة الرسمية نجد العرض المسرحي خلخال غربال لفرقة فانوراميك لفنون العرض بمراكش. مسرحية انبثقت من التراث الشعبي المغربي، شخصتها ثلة من الفنانين الكبار مثال كمال كاظمي، جميل الهوني، أنور البنية وغيرهم. العمل من تأليف الدكتورة نزاهة حيقون وإخراج عادل أبا تراب. واش بغيتي سنينات وليداتنا يخرجوا عوجين؟ سيري يديك الله حماده سيري. واليوم في تقديم العرض في اطار المهرجان الوطني المسرح الاحترافي بمدينه تطوان اللي كتنظمه وزاره الثقافه، اللي كنشكروا به بالدور ديالنا اللجنه المنظمه على حسن التنظيم على حسن الضيافه. يعني حاجه كما شفتوا العرض هو في شكل من اشكال الحلقه، خدمنا بطريقه اخرى، طلعنا شويه الناس سيغ سين وكذلك الناس في بلايصهم كذلك في الكراسه، فشفتوا حيت انا باقي سخون شفتوا التفاعل. هي مستوحى من التراث الهواري، حاولنا القصه ديال حماده الاستاذه نزاهة حيقون هي اللي جمعات، لان كانت دارت بحث مده سنين بزاف وهي كتخدم على هواره، فخدينا القصه خدمناها. كذلك الجانب مولاي عبد العزيز الطاهري اللي الف، لان الموسيقى ديال العرض هي موسيقى تاليف كامله، يعني ماشي واخدينها من شي حد، كلمات والحان، فهي ديال العرض خاصه بالعرض ما ماخوذاش من شي تراث. فالحمد لله كما شفتوا ردود الفعل مع الجمهور، داز العرض مزيان، نتمنى يكون يعجب الجمهور والناس ديال المهرجان والناس ديال تطوان، ونتمناو يجيو يلعبوا عندكم في لياج مره اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. ديال الادب اللي ما فيهاش نعم. هو انا سيدي راه عندي الوصفه ديال قلة الحياه. ياك خصك شويه ديال شويه ديال مسرحيه ديال خلخال وغربال اللي الحمد لله لقات استحسان ديال الجمهور المسرحي والجمهور التطواني، وانا فخور انني نرجع للمسرح لان غبرت عليه مده طويله، ونرجع للمهرجان لان انا كنت من يعني بالنسبه سيرتو ملي كان في المهرجان في مدينه مكناس كنت حصلت على اربعه المرات على احسن ممثل، وانا جاي دابا يعني كمشارك، ماشي يعني داخل في شي مبارزه ولا في شي مباراه باش يمكن نحصل على جائزه، وانما جيت باش على الاقل ديك القريحه ديالي وداك حبي وداك حبي للمسرح هو اللي مخليني انني نكون مرتبط به، وعاوتاني باش الجيل الجديد يعني حتى هو اللي يشاركنا ونشاركوه. وانا بالنسبه لي ما كنعتبرش ان هذا احسن من هذا ولا هذا احسن من هذا، العمل هو اللي خصو يكون احسن، والعمل خصو يكون متكامل، والعمل خصو يكون جماعي. واخا كاين المخرج واخا كاين الكاتب، ولكن في الاشتغال كتكون الامور جماعيه. المحلي تجميعه، جرده، تصنيفه، أرشبته وتوظيفه ركحيا لم يعد طرفا فكريا. ببساطه والنص كيعاود على راسو، الحكمه ولا الرمزيه راه كحامله النص، ماشي من الدور ديالنا حنايا. مسرحية خلخال وغربال عمل مسرحي استطاع من خلاله المخرج عادل أبا تراب أن يجلب أنظار واهتمام الجمهور الذي كان عنصرا أساسيا لاكتمال المتعة والفرجة. خلخال غربال مسرحية من بين العديد التي سنكتشفها خلال المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، والممتد إلى غاية 15 من دجنبر الجاري. من تطوان لكم تحيات بعثة مابيل انتر تيفي، وائل الحاج سعيد وعلي الخصيمة.